السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحة واحسن حال مع اولادكم واحفادكم واصحابكم واهل ليكم كل ما ليكم يا حبايبي يا رب. النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل كفتة الحادي. كفتة الحادي اللذيذة الخفيفة اللي ما بتفكش، اللي فيها كل حاجة ممكن انتوا تتوقعوها، وفي الاخر طعم لذيذ وجميل وخفيف. زائد ان كمان ان احنا بنعمل لها الفحمة، فبتدي كأنها جايبينها من عند الحاتي بالظبط، بس الفرق النظافة. عارفين عاملين فيها ايه، مكوناتها ايه، بكل بساطة. ويلا بينا نعملها. واذا عجبكم الفيديو ما تحرمونيش من اللايك والشير يا احلى احباب في الدنيا. ودلوقتي هنعمل ايه؟ هنجيب حوالي نص كوباية برغل او 3 معالق برغل. البرغل قيمته الغذائية عالية جدا، وخصوصا لو في أطفال ولا شباب. قيمته الغذائية عالية قوي قوي قوي. ودلوقتي وكمان بيزود لنا من الحجم بتاع الكفتة. تمام. اهي دي حوالي نص كوباية برغل. عندنا ايه كمان؟ اهو عندنا بربكيا، هنحطها على البرغل علشان لما نضيفها للحمة تبقى اخده نفس لون اللحمة، ما يبقاش اللون مختلف. هنفضي نص كوباية البرغل والبربكيا اهي عليها، وهنطحنهم في المطحنة. منها ان احنا بننعم البرغل عشان ما يبقاش خشن ومفرول كده وظاهر في اللحمة، وفي منه كمان ان هو بيتجانس مع اللون وبيدي نفس اللون بتاع اللحمة. وبدلوقتي بعد ما اهو طحناها زي ما انتوا شايفين اهو اللون تجانس مع بعضه. هنيجي بعد كده اهوت هنيجي نفضيها اهي. بصوا انا بعد ما طحنتها بقت ناعمة وحلوة اهي. هنيجي نفضيها دلوقتي ونحط عليها بقية المكونات بتاعتنا. هنحط ايه؟ هنحط حوالي 4 معالق مية. ما نكترش في المية علشان انتوا عارفين احنا هنحط اضافات تانية علشان الكفتة ما تفكش معانا. نفضل نقلب في المية علشان تتجانس مع البرغل كويس جدا، وعلشان البرغل يمتص المية دي كلها. هنيجي نبدأ نحط بقية البهارات، عبارة عن فلفل اسود وملح وبهارات لحمة، بس مش اكتر من كده. هنقلبها كويس جدا. البهارات كل ما زادت كل ما بتفقد الكفتة طعمها. وهنا بنجيب حزمة شبت، بس انا بحط الورق بس، بقطع الورق بس عيدا لا، بقطع الورق الجزء اللي فيه ورق وبقطعه وبحطه على الكفتة وبقلبها كويس جدا. زي ما انتوا شايفين في كل تفصيلة احنا بنحطها لازم نقلب كويس جدا عشان المكونات تتداخل مع بعضها. ودلوقتي انا عامله بصلايه بشراها وكنت حطاها في مصفى عشان تنزل ميتها، واهي الميه بتاعتها بصوا نزلت الميه. علشان احنا ايه؟ مش عايزين الكفته تفك معانا. كل حاجه بحطها لازم اقلبها كويس جدا. زي ما انتوا شايفين حطينا الميه قلبناها، حطينا البقدونس قلبناها، حطينا التوابل قلبناها، وهكذا. تمام. دلوقتي حطينا البصل كويس قوي وبنقلبه. طبعا البصل صفيناه من الميه بتاعته، لان الميه دي خلي بالك احنا هنستعملها بعد كده اهوت. بصوا انا بدخل المكونات كويس جدا في بعضها. هنيجي دلوقتي نقلبها بايدينا بقى. يعني انا ما بعترفش بالمعلقه قوي، بس ايه لازم نقلبها بايدينا عشان ندخل المكونات جوه بعضها اهوت. بعد ما اتاكد ان هي تداخلت كل المكونات مع بعضها وابدا اجسها كده بايدي، احاول اعملها اشكال. اذا لقينا ان الشكل يعني يعني تمام بيعمل اشكال معانا، يبقى كده هي البرغل بدأ ان هو ينشف ويبقى كويس جدا اهو. اهو زي ما انتوا شايفين اهو بدأت تعمل اشكال تمام، يبقى كده تمام. هنجيب قد ايه لحمه؟ كميه اللحمه دي راجعلك انتي، بس دي كيلو الا ربع لحمه. حط عليها حوالي ربع كيلو من الدهن او اقل.
بس عشان يديلها طعم. وبجيب بصلايه اهي زي ما انتوا شايفين، بصلايه بفضيها عليها وبحطها. طبعا انا سبت البرغل علشان يتجانس مع المكونات بتاعته على جنب شويه عبال ما نجهز اللحمه. وبعد كده جبت بيضه، هناخد بس البياض. البياض بيعمل فايدته البياض؟ ان هو بيخلي الكفته تتماسك وما تفكش معانا خالص زي ما انتوا شايفين. انا خدت البياض فقط. طبعا احنا ما بنرميش حاجه، الصفار ده هنعمله في اي مكونات تانية، مش لازم الكفته بس، هنعمله في مكونات تانية. طبعا زي ما احنا متعودين على كده على طول. خلاص كده تمام. هنيجي بقى نحط المكونات اللي احنا اهيت. البرغل هنحطه دلوقتي على اللحمة ونخلطهم مع بعض اهوت. بننزل الحاجة كلها لان المقادير عشان تبقى مظبوطة. وبعد كده هنيجي نضيف عليها اضافات تانية. هنجيب باكو بيكنج باودر، هناخد منه معلقة او معلقة بس بيكنج باودر، ما بنكترش عن كده اهو زي ما انتوا شايفين. انا في الوقت ده كنت بحاول اقطع الكيس، مش عارفه اقطعه، مش عايز يتقطع خالص. فدلوقتي هنحط معلقه البيكنج باودر، دي برضو بتساعد على انه يخلي الكفته هشه يعني اهوت. بعد كده هنقلب المكونات كلها مع بعضها اهو زي ما انتوا شايفين. بعرف معلقه لازم نعج على طول، نقلب كويس جدا بايدينا ونخلطها. عشان المكونات طبعا فيها الملح، فيها الفلفل الاسود، عشان ما يبقاش متكتل في حته واحده. نقلبهم كويس جدا. وبعد كده هنديهم ضربه في الكبه اهو زي ما انتوا شايفين. لازم نقلبها كويس قوي، نفضل نقلب فيها علشان المكونات كلها تتجانس مع بعضها. نفضل نقلب كده اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا المكونات كلها لما بنخلطها مع بعض بتبقى النتيجة بتاعتها افضل. دلوقتي هنيجي نمسكها نكورها نشوفها هل هي متجانسة مع بعضها ولا لأ. فلا، لقيتها الحمد لله متجانسة. فهبدأ احطها عندك كبة، عندك خلاط، براحتك. بس انا بصراحة انا حطيتها هنا، ده بقية البقدونس برضو حطيته فيه. انا لقيتها تقيلة على المطحنة، فانا ضربتها في الكبة. بصوا اهي بعد ما اتضربت كويس جدا، اللهم بارك يعني، جميلة جدا جدا جدا، اللهم بارك يعني، وشهية والله. هتعجبكم جدا جدا، عجبت الولاد قوي. بصوا انا اهي حاولت اكورها، لقيتها ما شاء الله يعني كويسة اهي وبتتكور وكده. فانا دلوقتي هعمل انا هحطها في التلاجة. يا تحطيها في التلاجة لمدة ساعتين، يا تحطيها في الفريزر لمدة ساعة واحدة. وهنيجي نعمل بقى الرز بتاعنا اللي هو بتاع الكفتة. هنيجي نحط زيت على معلقة سمنة بلدي، تمام. وهنحط عليها اهي دلوقتي بحط معلقة سمنة بلدي. هنحط بقى بقية الاضافات. هنحط هنحط صوبع قرفة، تمام. وهنحط ورق لورا، وهنحط شوية عيدان قرنفل، وهنحط حبهان. دي البهارات اللي المفروض نحطها. ونسيبها بقى تتقلب كده شوية في الزيت عشان تطلع المكونات بتاعتها وريحتها الحلوة الجميلة اللي بتدي طعم. ما اقولكمش، كل ما تفتحي كده على حلة الرز تشمي الروايح الجميلة التحفة. ما شاء الله لا قوة الا بالله، والله طعمها كانت رائعة، اللهم بارك. جربوها والله العظيم هتعجبكم جدا، وهتعجب ولادكم جدا جدا. بصوا انا سايباها بس اديها تحميصه كده في الزيت. بعد كده نزلت على بصلايه مقطعاها، تمام. بشوحها شويه، افضل اشوح فيها كده شويه. انا مش عايزه ان هي تتحمر، انا بشوحها بس يعني بدبلها، تمام. اقعد ادبل فيها كده يعني دقيقه ولا حاجه علشان تاخد من طعم التوابل. لازم كل حاجة تاخد طعم كده بالراحة. نشتغل كده في الحاجة بحب كده، هتلاقي الطعم رائع والله العظيم.
يعني انا قاعده اقلب فيها بصوا كده وشامه الروايح اللي طالعه ما شاء الله ولا قوه الا بالله يعني. قعدت اقلب فيها كده شويه، وبعد كده هنزل عليها بطماطمتين مبشورين. تمام، تقعدي برضو تنزلي عليها وتقلبي كويس قوي فيها لحد ما الميه بتاعتها تنشف. انا عايزه الطماطم تبقى تطلع الصوص بتاعها كله. بصوا انا هفضل اقلب فيها لحد ما تنشف اهي. شفتوها كده نشفت خالص اهي، شايفين مفيهاش ميه خالص، خلاص نشفت كده تمام. بصوا اهي نشفت. هنبدأ نعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنبدأ طبعا احنا بنديها برضو ايه تقليبة، وبعد كده ننزل بمية مغلية على قد دي الاول. التوابل حاطة ملح وحاطة معلقتين آه كركم. الكركم طبعا بيدي شكل رائع في الرز، وبيديله طعم خطير والله، طعم جميل جدا جدا هيعجب الولاد. بصوا وتفضلي برضو تقلبي علشان الكركم يدخل في من ضمن البصل والطماطم. وبعد كده نزلت بميه مغليه على قد انا عاملاه برز عادي يا جماعه، مش لازم بسمتي، عادي البسمتي بقى غالي جدا، فانا عاملاه برز عادي مصري عادي خالص. فبحط المعيار اللي انا معايره بيه الرز، معيار ميه، او شوفي حتى طبعا حسب الرز بتاعك بياخد ميه ولا قد ايه. هنا طبعا سبت الميه لحد ما غلت، ونزلت عليها بقى بالرز وعطيته تقليبه حلوه جدا. بتعامل معاه معامله الرز العادي خالص اهو. بنزل بقى دلوقتي عليه وهقلبه تقليبه، وهسيبه بقى طبعا لحد ما يشرب ميته ويتظبط عادي خالص. والله على جمال الروايح اللي كانت طالعه وهو بيغلي، ريحه ايه وجمال ايه، والله ريحه التوابل بص تحفه تحفه تحفه. وبعدين ايه كمان لما بيخلص وانت بتفتحي الحله كده تشم الروايح. جبت انا بعد كده قارب، قلت افتكس يعني افتكاسه يعني، عملت قارب وحطيت عليه ميه. تمام، وقلت اغطيه بورق الفويل واخرم ورق الفويل ده. بس لازم معلش هنا في حتة، لازم ورق الفويل ده يبقى على مرتين، يعني يبقى تقيل، يعني تعملي بدل طبقة واحدة لا طبقتين علشان يبقى تقيل. والكفتة لما تتحط عليه ما تبقاش تقيلة عليه، ممكن ايه تتقطع الورقة. فانا المفروض انتي بقى تعمليه مرتين معلش. وبجيب شوكة او اي حاجة انا خرمتها تمام عشان تطلع لي بخار على على الكفتة لما احطها. انا قلت افتكس بقى اعمل ايه، احط الكفتة على الوش كده على الفويل، بس انا حطاه من الناحية الصحية شوية و... واخلي البخار يطلع من خلال الفتحات اللي انا عملتها ديت. منها ان هو البخار هيسوي اللحمة، ومنها ان تاخد ايه طعم جوسي شويه تبقى طريه، يعني البخار ده بيدي طراوه للحوم. وبعدين جبت طبعا انتوا فاكرين ميه البصل، اوعوا تنسوها. وبعدين انا جبت ايه تاني الكاتشب اهو، وهنحط زيت وهنقلبها مع بعض كويس قوي اهو زي ما انتوا شايفين. هنخلط وهنحط شويه ملح وشويه فلفل اسود، هنقلب كل ده كويس جدا. تمام، وبعد كده هنجيب الكفتة بقى من الفريزر اهو، شوية ملح اهو، احط بالشوكة ما طلعتش حاجة فقلت هزود شوية. وبعد كده جبنا فلفل اسود وحطيناه اهوت، هنخلطهم مع بعض. وبعد كده اهوت هنبدأ ايه نشكل الكفتة. لازم تخلطيهم الاتنين مع بعض كويس جدا، لان دولت هيبقى السائل اللي انا ايه هصبع بيه الكفتة اهو. تمام، تجانس كله مع بعض. جيت بقى جبت الكفتة من الفريزر اهو، اهي ما شاء الله ولا قوة الا بالله اللهم بارك، والله خطيرة والله. بصوا الولاد عجبتهم جدا جدا جدا. انا جبتها دلوقتي واهي السائل اهو قدامي، وطبعا الاختراع اللي انا عاملاه اهوت هركنه على جنب بس عبال ايه ما نصبع. طبعا انا لقيت الشيش بتاع الشيش تاووك يعني العصيان خلصت، ما علينا مفيش حاجه توقفنا يعني. رحت جايبه ايه اي حاجه عندك اعملي بيها.
جبت اللي هو المسن بتاع السكاكين، وعملت بيه عادي، غسلته وعملت بيه. ممكن عندك معلقة تعملي بيها اهو. بصوا انا اهو حطيت بس ايه اهوت. بس والله كانت فكرة حلوة يعني ما شاء الله. انا بتصبعي بقى كده براحتك حسب الشكل اللي انت عايزاه تصبعي. انا بصراحة انا بحب اعملها تخينة يعني، علشان ايه يعني اللي ياخد صبع حلو يعني يبقى عينه ما تروحش على التاني يعني. ياكل واحد ويشبع. فما شاء الله لا قوة الا بالله. يعني التصبيعة دي او الشكل براحتك، اللي انتي نفسك فيه اعمليه، دي حاجة راجعالك بقى. فانا بصراحة كنت بعمل كده، وبقسم اللي هو الصيغ ده على 2 وبحطها اهو زي ما انتوا شايفين اهوت. ما شاء الله انا بحبها كبيرة كده، يعني بتبقى احسن يعني ان انتي تعمليها كده. فانا قعدت اصبع الكفتة وامسح بيها على المية زي ما انتوا شايفين انا بعمل. طبعا انا بعد كده هحطها في الفرن، وكل مثلا تقريبا 10 دقايق بفتح الفرن واديها ايه مسحة بالفرشة من السائل اللي انا عاملاه ده بيديها طراوة، وفي نفس الوقت الطعم بيبقى خطير طبعا. طبعا ممكن انتي لو ما عندكيش كاتشب على فكرة انت ممكن تعملي تبشري طماطمايه وتحطيه اهي بعد ما خلصتي الكمية. اللهم بارك، كمية ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. انت لو عملتي الصوابع اقل من كده هتديكي كمية اكبر. طبعا ما ينفعش من غير كفتة وبتاع ده ورز، لازم نعمل سلطة طحينة، دي حاجة مفروغ منها. فهعمل ايه؟ جبت طحينة، انا هبقى انزل لكم فيديو الطحينة ازاي بتتعمل. جبت طحينة وجبت مية مغلية. ليه مية مغلية؟ اقول لك انا مية مغلية. اولا المية المغلية اهي، بصوا البخار طالع ازاي. المية المغلية بتخليها تفك بسرعة، تمام. زائد ان هي بتخلي لونها ابيض وحلو، بتبيض اللون بتاع الطحينة اكتر، بتخليه فاتح. بصوا انا جبت كده حوالي 3 معالق طحينة، ونص كوباية مية مغلية. الكميات دي تقديرية حسب يعني ايه انتي ما بتقدريها، بس انا يعني انا عشان انا معتادة ان انا بعملها، فانا بعملها كده على طول اهو. بصوا انا بفكها، لازم تفك الطحينة الاول، ما تحطش اضافات الا لما تفك الطحينة عشان ما تتكتلش منك. خلاص تمام. ببدأ انزل واحدة واحدة اهو، او بنزل بيها واحدة واحدة. المية المغلية دي بنزل بيها واحدة واحدة لحد ما تفك. ابصوا الطحينة فتحت ازاي، بقت فاتحة ما شاء الله عليها. بصوا بتبدأ تفتح كل ما تحط لها المية المغلية، تبدأ تفتح اهو. ببدأ بنزل معلقة معلقة، علشان هي انت ممكن تنزلي الكمية اللي قدامك، كوباية نص كوباية دي، فتفتح تسيل منك خالص. والطحينة ما بتبقاش حلوة وهي سايلة قوي زيادة عن اللزوم. فهي يعني ايه احلاها ان هي تبقى وسط يعني. فهو انا فضلت بقلب فيها، هتلاقي بصوا متجانسه برضو، يعني هي ما فكتش مننا لدرجه ان هي بقت سايله، لا متجانسه اهو. عامله ايه؟ انا عامله فصين توم هرساهم، فانا بنزل بيهم اهومت، وابدا احط بقى التوابل بتاعتي. بتحطي ايه؟ اقول لك انا بحط ايه. بحط ملح، بحط كمون، بحط ليمون، بحط خل اهو زي ما انتوا شايفين اهو. خل حوالي معلقتين خل، وتقلبي. انا بقى كل مكون احطه لازم اقلب بعد كده اهو. ليمون حوالي برضو ايه معلقة كبيرة ليمون. ده ملح اهو زي ما انتوا شايفين كده، وهننزل كمان بكمون، ونفضل نقلب اهوت زي ما انتوا شايفين. حطيت كمون، نفضل نقلب بقى فيها لحد ما تتجانس مع بعضها. لو هي في المرحلة ديت حسيتي ان هي تقيلة وعايزة تزودي مية، تمام. ما تزوديش خل، اوعي تزودي خل، هتبقى الموضوع صعب قوي. لا يعني انت ايه تروحي مزودة مية مغلية برضو، تمام كده اهو. بصوا انا هنا بشوف القوام بتاعها بلاقيه حلو تمام. بفضل اقلب فيها، لان برضو الطحينة من مميزاتها ان انت كل ما تقلبي تتقل، كل ما تقلبي فيها هتتقل. وكده هي خلصت تمام، وحضرناها وجهزناها اهوت يا حبايب قلبي.
هنا حبايبي بصوا جمالها والله خطيرة، وماسكة بعضها كده، ما فكتش مني ولا اي حاجة خالص، غير ان هي هشة قوي 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 وطعم خرافة. طبعا انا جيت رحت عملت فحماية وغطيتها زي اي بنوتة حلوة بتعرف تعملها عادي. يعني انت بتولعي الفحم على النار وتحطيها في طبق كده صغنن. انا بصراحة بدور فويل، بعمل فويل كده كأنه طبق صغنن، وبعملها بنقطة زيت بس. انا الدهون اللي نزلت من اللحمة انا بصراحة حطيتها على الفحمة، فعطت طعم خطير وريحة تحفة تحفة تحفة. ما تحرمنيش من اللايك والشير يا احلى احباب في الدنيا، والى اللقاء.